اهلا بيكم معايا من جديد ومعاكم ريهام عزمي. الطرب من احلى انواع الكفته اللي ممكن تتاكل، يمكن عشان المزج بين انواع اللحوم المختلفه. تعالوا نتعرف على طريقه عمل الطرب باسهل طريقه والذ طعم. هنبدا نعمل الكفته بتاعتي. عندي بصلايه هنا مبشوره وبعدين حطيتها في المصفى عليها ملح وفلفل، سبتها وقت حوالي ساعه. بصوا نزلت ميه قد ايه، ميه البصل. هعصرها كويس جدا وهاخد التفل ده، تفل البصل بس ده، وهستعمل ميه البصل في حاجه تانية دلوقتي هقول لكم عليها. عندي هنا نص كيلو لحمه مفرومه، هضيف عليها تفل البصل، نص معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، وعندي معلقه صغيره مليانه من بهار الكفته. لو انت ما عندكيش بهار كفته بتحطي جنزبيل وجوز الطيب، نسبه الكمون ونسبه كزبره صغيرين قوي بالنسبه للحاجات التانية. ممكن تضيفي قرفه او قرنفل، حاجات بسيطه خالص. ممكن تضيفي حبهان مطحون، وهنضيف عليه معلقتين كبار نشا. ان الكفته اي سوائل فيها بتخليها تفك من بعضها، عشان كده لو تاخدوا بالكم احنا حطينا البصل بتاعنا، حطينا التفل بس من غير الميه، فالنشا هنا بتخليها تشرب اي نوع من السوائل، فتفضل الكفتايه عندي متماسكه، وفي نفس الوقت بتديلها طراوه، بتخلي الكفتايه طريه. الكفته من الحاجات اللي بمجرد ما بتستوي اللحمه بتمسك في بعضها قوي، بتبقى ناشفه، فلازم يتحط لها اي عنصر نشوي يخليها تبقى جوسي، يعني ما تبقاش لحم بس ماسك في بعضه كده فيبقى ناشف. اي نوع من انواع اي خضره تحبي تضيفيها بتضيفيها. بوريها لكم حاجه اسمها المنديل اهو. انا كده هستعمل الجزء الخفيف اللي شبه الدانتيل ده، وبشيل الجزء الدسم ده. ممكن نستعمل جزء صغير في مثلا حاجه زي الخضار، زي مثلا دقيق الباميه باللحمه الضاني، زي شاورما اللحمه، زي الكفتات. اي نوع من الكفته بيحتاج نسبه من الدهون. لو كانت اللحمه دايما حمراء فبنروح ضايفين نفرم معاها حته صغيره من الدهون دي، بتدي لها نكهه مميزه جدا. بجيب كميه الكفته اهي، وبعدين ببدا ابل ايدي بالميه البصل بصبع بيها الايه، الكفته بتاعتي. ميه البصل فيها ملح وفلفل، فانا مش بحتاج اضيف ملح وفلفل تاني، لكن لو حابه تضيفي بهارات او تضيفي شطه او تضيفي اي حاجه انت عايزاها، عصير طماطم اللي انت بتحبيه حطيه اهو. وبعدين ببدا الفها بعد كده في المنديل بتاعي واحطها في الصينيه بتاعتي. يعني الصينيه فيها فويل عليه رشه زيت بسيطه قوي. هخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. ادي الكميه كلها اهي بعد ما خلصت، وهحطها في الفرن من تحت. ادي الطرب بتاعي طلع من الفرن، دخلته من غير تغطيه على الفرن، اعلى فرن عندي في الرف التحتاني لمده تلت ساعه، وبعدين طلعته في الرف الاعلى لمده تلت ساعه تانية لغايه لما استوى تماما، وبعدين ولعت عليه شوايه حوالي 4-5 دقائق لحد لما اخد اللون ده. ولعت الفحمه دي على النار، على نار البوتاجاز. هحطها كده، هحط عليه نقطه زيت. اول ما هتطلع الدخان هقفل عليها علشان تديني ريحه الشوي وريحه الفحم. هسيبها كده 10 دقائق تقريبا متغطيه. ادي الطبق بتاعي، طبق الطرب. قدميه مع طحينه او توميه او اللي تحبيه. ممكن يتقدم ساندوتش، ممكن يتقدم وجبه وجنب اكل زي ما تحبي، لكن هو الحقيقه ان هو صنف يستحق التجربه. جربيه وقولي لي رايك، وبالف هنا. بتمنى تكون الطريقه عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش من فضلكم تعملوا شير، ما تنسوش تعملوا لايك لصفحه ريهامز كيتشن على الفيسبوك، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناه ريهامز كيتشن على اليوتيوب، واستنوني دايما في احلى الوصفات باسهل الطرق.